مرحبا، معكم مدرب الغناء ريمو رحال. رح أقدم لكم أنا حلقات للمبتدئين بالبداية حتى يعرفوا كيف ببلشوا بشيء اسمه فوكاليز، كيف منبلش شوي شوي ستيب باي ستيب، كيف بنطلع شوي شوي بنتدرج تنسير نغني مظبوط بطريقة صحيحة بدون أخطاء، بطريقة سليمة، مخارج حروف مفهومة، نفس، عدة أشياء تشعبات كتير في بالفوكاليز. رح ناخدها شوي شوي، كل حلقة ورا التانية رح أعطيكم قسم صغير تصيروا تتمرنوا معي شوي شوي تقدروا توصلوا تشوفوا كيف قدراتكم الغنائية فيكم تستعملوها. ما رح كتر كتير حكي عن تقنيات الفوكاليز واشياء واتفلسف عليكم. بالاكزرسيس اللي عم ناخده رح تحسوا حالكم انتو كيف عم تقدروا تنفذوا معي هالاكزرسيس هيدا. بلا ما نكتر حكي، يلا خلينا نبلش. نبلش اول شي بشي اسمه مزور. قبل ما نبلش نغني في شي اسمه مقياس للغناء، بدنا نعد ناخد المزور 4x4. اول شي يعني 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. كل 4 بيعملوا مزور 1 2 3 4. هيدا مقياس 1 1 2 3 4 2. كل ما نعد 4 بنعد 1 2 3 4. يلا رح نبلش. أول شي بدكم نبلش تقولوا معي، نستعمل صوتنا بطريقة حلوة من الصدر. من الصدر الصوت بيطلع، أوكي. ناخد النفس مظبوط. بعدين رح أقلكم اكزرسيسات النفس كيف رح تاخد. هلا عم ناخد اكزرسيسات بسيطة تنبلش نشوف كيف بدنا ناخد نوتات الموسيقى. قولوا معي. أول شي رح أقول أنا، بعدين بنقول سوا. هذا أول تمرين، جربوا قولوا معي أنا وياكم. 3 شفتوا كيف مشينا كل السلم طلوع ونزول على المقياس اللي اخدينه على الأربعة. هيدا كتير مهم نستعمله لحتى نضلنا متوازنين مع المقياس. هلا في شغلة كتير مهمة بدي أقول عنها. لما نطلع هاي نوت، يعني لما نطلع على فوق بالصوت، بنكون أول شي مبلشين واطي، البيس عنا هون. لما نطلع لفوق تامبر الصوت، الخامة تبع الصوت ما لازم تتغير. يعني مش بنكون عم نقول بس نطلع لفوق نصير مش هيك. يعني ما بدنا اياها فودو جورج، ما بدنا اياها صوت من الزلاعيم، ما بدنا الصوت يكون نزال من
منخار أو مزلعين، بدنا نضلنا محافظين على خامة الصوت يلي عم نشتغل عليها. يعني عم نقول أوه، لما نطلع لفوق ما بنقول بنقول أوه أوه، بعدها زيت الخامة ماشي أوه أوه. كتير مهم نحافظ على خامة الصوت ما تتغير، يعني ما تصغر بس تطلع لفوق، نكون نحن ماشيين بهالخامة تضلها ماشي هي ذاتها. رح نعمل اكزرسيس تاني، رح ناخد نوت تاني هالمرة. يلا بنقول سوا انا وانتم مع بعض. كمان هلا رح ناخد اكزرسيس جديد كمان 3 نوتات، رح نزيد نوت، بس بهالاكزرسيس بدنا نحافظ على المزيكا اللي حكينا عنها بالاول. يعني رح نقول ترارا، ثالث نوت بنعدها 2. ليش؟ لحتى نحافظ على الميزان تبع المزور، يعني على المقياس، حتى نضلنا عم نشتغل بتوازن كل الجمل اللي عم نقولهم. هيك بنتعود بس نغني بعدين نصير نغنيهم مظبوطين على المزور، نضبط ايقاعنا بطريقة سليمة. يلا قولوا معي. جربوا مرنوا حالكم على هذا التمرين شوي شوي، كل مرة كل حلقة رح يكون عنا أقوى شوي، بنتقوى تنوصل بعدين لنصير ناخد اشي حلو كتير. كنت معكم ريمو رحال، إلى اللقاء بالحلقة الجاية، باي.